نعم هذا صحيح. صراصير إنها بصدد الريعان هنا في الداخل، ويمكنكم سماعها، بل وتفوح رائحتها من الأمونيا. ويقول وانغ أن في هذه الغرف ما يقارب 1,000,000 صرصور، وهذا هو بالضبط وتحديدا ما قد تراه في الكوابيس. يقول وانغ أنه يشعر أنه قريب منهم، ويضيف أن هناك رائحة فريدة من نوعها. صدق أو لا تصدق، فهذه المزرعة من الصراصير الأمريكية هي ما تجلب لوانغ الكثير من الأرباح، حيث أنه يعتبر المصدر الرئيس للصراصير في أسواق الصين. وهذه حزمة عملاقة من الصراصير. يقول وانغ أنها تضم ما يقارب 450 كيلوغراما من هذه المخلوقات، ويمكن لشركات الأدوية الصينية طلب التزود بكميات منها. ويقول أن هذه الشركات تصطف من أجل شرائها. ففي الصين مثلا يتم استخدام حبوب مسحوق الصراصير لعلاج أمراض المعدة والكبد والقلب. لكن المزرعة ليست فقط عملا ومورد رزق لوانغ، فقد كان معجبا بالصراصير وبطعمها منذ أن كان عمره لا يتجاوز 7 سنوات، وهذه مجرد مقبلات له، فهو يفضلها محمرة في زيت الفول السوداني. شكلهم أسوأ بعد طبخهم. ويرغب وانغ في أن يعد منها وجبة خفيفة غنية بالبروتين. طعمها الآن مثل زيت الفول السوداني، ولكن بعد مضغها تتذوق طعم الصرصور، وهو تماما كما تتخيلوه. ويقول وانغ إن لم تجربوه فقد تندمون على ذلك إلى الأبد.